مشاهدي ومتابعي سبورت فيجن، اهلا بحضراتكم في كل مكان. النهارده ان شاء الله هنكون معاكم في تغطيه خاصه عن اختبارات قطاع ناشئين نادي مصر للتأمين. سعدنا وشرفنا طبعا تواجد الكابتن يحيى نجيب مدير عام نادي مصر للتأمين السابق وعضو لجنة الكرة الحالي معانا. هنتشرف بيه وبنرحب بيك يا كابتن يحيى. اهلا وسهلا استاذ هاني، منور. شرف لينا ان انت يا كابتن يحيى. اهلا بيك، الله يخليك. اول مره حضرتك تيجي نادي مصر للتأمين في وجودنا وانت شرف لاي حد. الله يحفظك يا كابتن في النادي، الله يخليك. ربنا يعزك، ده شرف كبير. نادي مصر للتأمين ده بيتي ومكاني ومن الانديه المحببه لقلبي حقيقه، ومن الانديه اللي ليها باع وليها اسم كبير جدا في عالم كره القدم المصريه. ببارك لحضرتك وبارك لمجلس اداره النادي وبارك للجهاز الفني بقياده الكابتن حسن رياض والكابتن حسن عواد طبعا النجم الكبير، والكابتن عمده شحاته والكابتن محمد هاشم والجهاز الطبي والاداري واللاعبين على التاهل والصعود لدوري القسم الثاني. تمام يا فندم، الحمد لله صعدنا السنه دي بموجود الساده المدربين الموجودين ابناء النادي، اللي هو الكابتن حسن رياض طبعا والدنا كلنا ومدربنا كلنا ايام ما كنا احنا بنلعب كمان، ومعاه الكابتن الكبير حسن عواد والكابتن عماد والاداري النشيط محمد هاشم والجهاز الطبي كل ده طبعا برعايه الاستاذ قاسم نصار رئيس مجلس اداره النادي، اللي هو انتخب منذ سنه ونص في الانتخابات الثانيه. فعلا تم تطوير على ايده وهو اعضاء مجلس الاداره، وصعود نادي مصر للتأمين الممتاز به بعد 5 سنين او اكثر. ما كناش عارفين نصعد لظروف خارجه عن اراده النادي والكلام ده كله، والحمد لله صعدوا. وطبعا وعمل بعض الانشاءات الموجوده في النادي، مثل نادي 6 اكتوبر الفرع الثاني جددوا وفتحوا بملاعب جديده وتجهيزات جديده. وفعلا الملعب بتاع نادي مصر للتأمين فرع الرئيسي المقطم عمل ملعب كان مهجور بقاله سنين، اتعمل وبيتعمل عليه اختبارات حاليا دلوقتي، والحمد لله في تطوير دايما برئاسه الاستاذ قاسم وجهازه ومجلس الاداره. طبعا لا ننسى دور الكابتن رمضان ابراهيم مدير النشاط الرياضي، لان الكابتن رمضان قيمه كبيره في عالم التدريب، وايضا طبعا على راس منظومه قطاع الناشئين والبراعم في نادي مصر للتأمين. طبعا كابتن يحيى، طبعا النادي حاليا عامل بيجري اختبارات للناشئين على الملعب الفرعي للنادي في المقطم. كنت عايز حضرتك تدينا نبذه مختصره عن الاختبارات وعن الفتره اللي او المده الزمنيه للاختبارات، هل هتقعد شهر 2 حاجه يعني؟ عايزين حضرتك تدينا نبذه بسيطه. طبعا استلمنا الملعب الفرعي الجديد اللي لسه معمول حاليا، وتم من اسبوعين عمل اختبارات لجميع الاعمار السنيه بالنسبه للناشئين من 2003 ل 2009، حوالي بقى لهم 15 يوم وهيستمر اسبوع كمان. بعض اللاعبين موجودين من 2003 ل 2009 والاختبارات بتتم بشكل جميل جدا وبطريقه يعني سلسه، ومفيش اي صعوبات خالص في ان اي ناشئ يجي اختبارات نادي مصر للتأمين. طبعا العمليه سهله وبسيطه جدا. طبعا ما هو برضك يعني بنشكر ولاد مصر للتأمين المدربين على المجهود اللي عاملينه، فعلا عاملين مجهود جامد بالاختبارات ديت. ما كانتش موجوده برضك من سنين فاتت بهذا، لو كانت عايزه تعمل مثلا دعايه اكتر من كده كمان. بس الحمد لله كانت المده صغيره بس عشان عقبال ما استلمنا الملعب،
الحمد لله جاري الاختبارات بولاد النادي. اشكرك شكر جزيل على الله يخليك. الدعوه الكريمه. الله، ده انت اللي شرفتنا يا الله استاذ يخليك هاني. كابتن يحيى، واتمنى طبعا الله يحفظك، واتمنى ان شاء الله بامر الله الموسم اللي جاي نشوف نادي مصر للتامين طبعا تحت قياده الكابتن حسن رياض وكابتن حسن عواد، نشوفهم ان شاء الله في الممتاز، لان نادي مصر للتامين نادي كبير واسم كبير، وحاليا يعني متواجد اكتر من 2-3 لعيبه في الدوري الممتاز من ابناء مصر للتامين. شوف خالد الرضا كان لاعب دجله السابق ولاعب انبي الحالي، خالد من الركائز والاعمده الاساسيه اللي كان بيعتمد عليهم تمام. نادي دجله، وحاليا في انبي. ايضا محمد فتح الله كماتشو اللي هو كان لاعب غزل المحله ولاعب طلائع الجيش الحالي، المدافع اللي كان عامل حاله حقيقه، وكان في فتره من الفترات هنضم لمنتخب مصر. قطاع الناشئين نادي الكابتن حسن عواد طبعا كابتن سيد عبد النعيم طبعا اجيال فعلا طلعت طبعا نادي طبعا. كابتن حسن عواد لينا لقاء معاه وهنتكلم طبعا قيمه كبيره. ولكن احنا طبعا بنقول ان نادي مصر للتامين يعني ولد باللاعبين وليه دور كبير جدا، وطبعا بالنسبه حتى للمدربين على اعلى مستوى بيصدر لعيبه لانديه الدوري الممتاز والقسم الثاني. شكر جزيل الحقيقه من جانب قطاع الناشئين في نادي مصر للتامين يا كابتن يحيى، بشكرك وشرفتني ونورتني في سبورت. انت اللي شرفت النادي. الله يحفظك، ونشوف مصر للتامين ان شاء الله بامر الله في الممتاز ان شاء الله، لان فعلا نادي مصر للتامين مش هو ده مكانه من 10 سنين كان في الممتاز. بس الحمد لله الحمد لله الجاي احسن ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن استاذ هاني. الله يحفظك، شكرا جزيلا. اتفضل.